ده انت لو بتنافس على الهبوط يا زمالك مش هتعمل كده في جمهورك، اقسم بالله العظيم. الزمالك بيتعادل مع بيراميدز 0-0، وفيوتشر بيتعادل مع الاسماعيلي 0-0. يعني النتيجتين في صالحنا كويسين جدا. يعني احنا قلنا بعد ما الاهلي تعادل مع الداخليه بقى المنافسين اللي هم ايه بقى بيراميدز وفيوتشر هيكسبوا بقى والمنافسه هتشتغل، فهم الاتنين اتعادلوا. فالحمد لله يعني كده يعني تقول ان النادي الاهلي ما تعادلش. الحمد لله النتائج دي في صالح النادي الاهلي. الزمالك انا مش عارفه مالك يا غريمه، ولا غريمه ايه بقى؟ ما انت ما بقتش غريم، مش انت غريم اللي انا اعرفه. في ايه اللي حصل لكم؟ والله يعني الواحد بصراحه انتوا صعبانين علينا. يعني مش عارفه، لا مركز خامس وشكلك هتحصل الاسماعيلي. يا اسماعيلي الزمالك جاي لك، مش انتوا ولاد عم؟ الزمالك شكله هيجي لك يعني الفتره الجايه وهتنافسوا في قاع الدوري، يعني في الهبوط. ربنا يستر ولعيبه النادي الاهلي بقى ايه تكسب بكره ماتش القطن الكاميروني، وربنا معانا والله، ربنا معانا بكره في افريقيا، واللعيبه كده يحسوا على دمهم يخلي عندهم دم ويكسبوا بكره. يعني بكره اي نتيجه غير الفوز خلاص احنا مع السلامه بنودع افريقيا. فان شاء الله يعني انا واثقه في ربنا، يعني انا واثقه في ربنا ان النادي الاهلي هيكسب ومش هيخسر ولا هيتعادل اي ماتش، وهيصعد ان شاء الله من المجموعه. يعني الا لو اللعيبه بتاعت الاهلي وكولر شايفين حاجه تانية غير اللي احنا شايفينها ان شاء الله. فان شاء الله خير وكل توفيق للنادي الاهلي بكره في افريقيا. وبصراحه يا زمالك انتوا صعبان عليا بصراحه، حصر عليك يا اللي ببالي لا طولت اول ولا تاني ولا تالت ولا رابع ولسه في الخامس. انا مش عارفه هتروح فين بعد كده.